وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الصحابة رضيت الله وعلى الصحابة رضيت الله وعلى الصحابة رضيت الله سادتي الأجواد الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا
قال فرج متمم من يشتكي ويخمم، هي اللي قال فرج متمم. ربي خبير ويعلم معبود ماله ثاني، من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. من يشتكي بوجيعة يذكر الله ويطيعه، من يشتكي بوجيعة يذكر الله ويطيعه، يلقى الكثير نفيعه بالسر والبرهان. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. أنا الدوا جابولي يا ماني اسمع قولي، أنا الدوا جابولي يا ماني اسمع قولي، صلوا على الرسول وتوحدوا مولاكم. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. صلى عليك الله يا صاحب البيان، صلى عليك الله يا صاحب البيان والآل ثم الصحب ما دامت الأكوان. بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. من يشتكي بمضرة بالنفس والشيطاني يصبر ويكتم سره صلوا على العدناني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا مرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج حدود الوطن في هذه الحلقة الخاصة بالمولد النبوي الشريف. تحية للناس الكل اللي اختاروا باش يتابعونا من خلال الوطنية الأولى، تحية خاصة لمواطنينا بالخارج. أي نعرفوا لما هذه الحلوة أكيد أنهم يتمنوا يكونوا بحذنا في تونس ومع عائلاتهم. أنتم أكيد معانا الناس الكل وإحنا معاكم بقلبنا وبروحنا، ومن خلال هذه السهرية اللي اخترنا باش نقدموها لكم. صدقوني سهرية هذه اخترناها لكم انتم توانسه الكل باش نرافقوكم. نعرفوا اليوم لما تتوانسه الكل لما هي سهريه رمزيه اكثر منها هي احتفاليه. هي نعرف لما تتوانسه الكل تحضروا في العصيده مهما كانت، العصيده العربي، العصيده الزقوق، العصيده البوفريوه، اي نوع من العصيده اكيد انكم كلكم ملمومين، كلكم عاملين جو. ان شاء الله تعديوا معنا وقيت حلول اليوم يجمع بين الامتاع والمؤانسه مع ضيوفنا مع فرقتنا الحلوه وخاصه مع جمهورنا اللي منورنا اليوم الناس الكل. اذا نبداو حلقتنا على بركه الله، نمشيو مع الجينيريك البدايه ثم نواصلوا. تفضل. على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه. مرحبا بكم الناس الكل. إذا مرحبا بكم الناس الكل. نبداو حلقتنا على بركة الله وكل عادة يزيني نرحب بضيوفي اللي نوروني اليوم بوجودهم. نرحب بكل شيء بالفنان وقائد فرقة أنغام الزردة سي عبد الكريم الباستي. أهلا وسهلا مرحبا بك سي عبد الكريم. أهلا وسهلا مرحبا بكم، مرحبا بالجمهور العزيز، وإن شاء الله مولدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. يعيش كيف نرحب بالفنان القدير اللي نورنا أكيد في كل بلاتو، الفنان القدير نور الدين الباجي.
بارك الله فيكم. مرحبا بيك سي نور الدين، مرحبا. بارك الله فيك. واكيد نرحب بضيفتنا التحفونه المزيانه اللي نزاد لها صغير، تحفونه ربي يفضله لها ورجعت لنا بجديد ورجعت لنا باطلالتها الحلوه الفنانه درة الفورتي. عايشك ألفة، عايشك. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. عايشك. مرحبا درة. خلينا نبدا بك انت كسيده هكا ولا سي عبد الوهاب؟ اكيد سي عبد الكريم. مرحبا بك درة، كل عام وانت حيه بألف خير. عايشك. أنا بدوري نهنيك ونهني كل الحاضرين معنا الفرقة، وسلامية يعطيكم الصحة، والجمهور واللي تابعوا فينا أكيد مولدكم مبروك، وتونس الكل يا رب إن شاء الله كل عام وكلنا حيين بألف خير. يعيشك لله. نعرف المناسبة هذه مش سهلة باش تخلي الفزغون الصغرون محمد سلمان باش تخلي العائلة، واخترت انك باش تعدي بحدا اليوم السهرية. هي هم الوالدة ربي يفضلها، هي اللي معوضة بلاستي. ربي يفضلها. عايشك. طيب تعصيتك ولا؟ أي قبل ما نجيب بيان سور. في الكواليس أنا وياك حضرناها وجينا. في الكواليس سي عبد الكريم كنا نحكي ونفدلك وانا ودره، قالت لي سؤال هذا ما تسالوه ليش؟ قلت انا نقول لك على المقادير قد، قالت لي لا والله نقول لك كل شيء اموري واضحه. المراه معناها مش سهله اللي تخدم واللي تروح تجري طيب تلهب دارها والعسيده والدنيا الكل. المراه مناضله، المراه مجاهده، المراه هي نفس المجتمع. دونك المراه بالنسبه للعسيده هي الروح بتاع العسيده. تصفيقة بربي عليك. تحيه كبيره سي عبد الكريم. اكيد. سي نور الدين، سي نور الدين الفنان المخضرم، تحب العصيده الجديده هذه زقوق اللي هي ولات اكيد ولات العصيده البوفريه والفستق، ولا تحب العصيده العربي القديمه؟ فهمتي يعني بالنسبه لي انا زقوقو بصراحه. زقوقو. الاخرين يعني الزيادات يعني أكيد. فحات اخرى فهمتي. زقوقو بالنسبه لي انا هي العصيده الرسميه يعني. ولو سي نور الدين نحكي كلام كبير سامحني قطعتك. العربي باش تقول لي ما فهمش ما خير منها يكذب عليك. العربي هي نحن بدينا المولد بتاعنا نحن ديجا بدل ثقيله فهمت علاش. المولد النبوي الشريف ان شاء الله مبارك علينا وعليكم وعلى سيدنا محمد وعلى كل المواطنين في تونس وخارج تونس خارج الوطن ان شاء الله كل عام ونحن حيين بألف خير. والمولد هذا هو عاده مباركه بين ظفرين وانا ندعمها، ولانها نحن زواتنا يعني كنقولوا زواتنا معناتها جماعه الزيتونيين. نحن حتى كي كنا معناتها نحتفلوا بالعيد اللي هو محبذ بين ظفرين، ونعاودها وندعمها ونأكدها اللي هو محبذ باش نحتفلوا به. وحاجه مهمه جدا اذا ما نحتفلوش بسيد الخلق بشكون باش نحتفلوا. فالعاده خذات كونها معناتها نحن نعملوا العصيده صحيح، اما اصل العصيده هي العصيده العربي بالزيت الزيتونه بكذا. ومن بعد تطورت الحكايه ولات عصيده ولاو يتفنوا نساء تبارك الله خمسه وخميس عليهم ويخرجونا في عصايد انما ايه. وعلى خاطر الرجال يتشرطوا على ذيك يتفنوا. الراجل ديما يشتي. درة تعرفش العصيده شنو كانت اصلها؟ ما كانوش يعملوها في نهار المولد، اكيد كانت عندها مناسبه اخرى العصيده، عندك شي فكره؟ والله على حسب ما نعرف اللي هي كانت في نفاس تتعمل هكا ولا سي نور الدين؟ عاش كان عندك فكره سي عبد الكريم؟ العصيده اصلها في نفاس. هي مش اصلها كانت تتعمل في نفاس، اما اصلها في المولد. لا نحكي لك انا من اصل الدنيا. بخلاف المولد تتعمل في نفاس كلام. خاطر عندها برشا فوائد على هذاك. والزرير ايش يعملوا بهم؟ الزرير ايش يعملوا بهم؟ هي تحكي لك في الديبار معناتها من الاول صحيح كانت يعني الحياه المراه النافسه يعملوا لها عصيده، ومن بعد ولا زرير ولا ان شاء الله بعد 50 سنه اخرين تولي ما نعرفش. بعد يمكن ربطوا المناسبه هذه العصيده ومع المراه النافسه ولدوها معناتها ربطوها بالمولد النبوي الشريف، وكانت مناسبه معناها حلوه. مناسبه حلوه برشا لان العصيده حلوه والمولد حلو، ونحن نصليوا على سيدنا عليه الصلاه والسلام، ونحن فهمتني ولا نحتفلوا به بالطريقه بتاعنا معناتها العاديه توانسه، معناتها طريقه متونسه 100%، وحاجه حلوه برشا. وان شاء الله الله لا ينحى علينا عاده بتاع مولد بجاي اسمه علمه. اكيد. باش نواصلوا مع الغناء، واكيد اليوم باش نسمعوا برشا حاجات مع فرقتنا ومع فرقه انغام الزرد. اكيد تحيه كبيره ليهم، سامحوني ما رحبتش بكم اللول، نورتوني، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. وباش نمشيو مع الفنان اكيد سي نور الدين الباجي، يا من اضاء منك الظلام. اكيد يا من اضاء منك الظلام عليك صلاة الله وسلامه صلى الله عليه وسلم. تسمعها من عند سي نور الدين. تحية كبيرة الفنان نور الدين الباجي والفنان أكيد عبد الكريم الباستي. تفضل.
سيد المرسلين خير الأنام منقذ الخلق من هون وانقسام ناشر النور في فروع الظلام سيد المرسلين خير الأنام أنقذ الخلق من هون وانقسام ناشر النور في فروع الظلام سيد المرسلين خير الأنام منقذ الخلق من هوان وانقسام ناشر النور في فروع الظلام ناشر النور في فروع الظلام يا نبي الهدى يا نبي الهدى يا نبي الهدى هذا سلامي يا من أضاء منك الظلام يا من أضاء منك الظلام عليك صلوات الله وسلام عليك صلوات الله وسلام يا من أضاء منك الظلام يا من أضاء منك الظلام وعليك صلوات الله وسلام عليك صلوات الله وسلام يا من أضاء الكون بفضلك يا من أضاء الكون بفضلك أبغي الرضا منك وعدلك يا من أضاء الكون بفضلك أبغي الرضا منك وعدلك يا حبيبي أنت طبيبي يا حبيبي أنت طبيبي يا حبيبي أنت طبيبي عليك صلوات الله وسلام عليك صلوات الله وسلام يا من أضاء منك الظلام يا من أضاء منك الظلام عليك صلوات الله وسلام عليك صلوات الله وسلام شايق
حبيبي هو طبيبي طه حبيبي هو طبيبي طه حبيبي هو طبيبي عليك صلوات الله وسلامه عليك صلوات الله وسلامه يا من أضاء منك ظلامه يا من أضاء منك ظلامه عليك صلوات الله وسلامه عليك صلوات الله وسلامه يا من أضاء الكون بنورك يا من أضاء الكون بنورك ارحم محبا مالودونا يا من أضاء الكون بنورك ارحم محبا ملاه دونك يا حبيبي أنت طبيبي يا حبيبي أنت طبيبي عليك صلوات الله وسلامه عليك صلوات الله وسلامه تفضل. مرحبا بكم. مرحبا سي نور الدين، تفضل بحذانا. مرحبا بكم. مرحبا. به سي عبد الكريم يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة. فرقة أنغام الزردة يعطيهم الصحة الناس الكل. به الميكرو ناخذوه مع درة لو تسمح. درة نسلفوا معك الميكرو نتاعك. قد منا لو تسمح الأغنية هذه. الأغنية من ألحان سي عبد الكريم الباسطي في مقام الصباء. أغنية مرتكزة على الأداء، مرتكزة على الغناء. نظري اللي توا اللي باش يضحك يقول لك أدفاف، اللي توا باش يضحك يقول لك أنا نحينا الأدفاف وسمعنا فن. يعني هذا عطينا الجمهور يعني باش يستوعب غناء من غير أدفاف. ترى واضح. به سي عبد الكريم تفضل. باش نصحح معلومة. هي الأغنية ذي هي تراث غير عطش عطش بليتو. معناتها سامح لي سوري، معناها تراث مش مسموع. معناها باش ما نقولش لحني أنا، يمكن أنا معناتها توزعت بطريقة معينة، لكن خذيناها معناتها من التراث القديم والقديم جدا اللي يكاد يكون متروك ما عادش تسمع بكل. فذيك الدور بتاعنا نحن في العمل اللي هو عمل كبير أنغام الزردة. وبالمناسبة حبيت نشكر الفرقة الكل بتاعي، بربي يستحقوا تحية. أكيد يستحقوا تحية كبيرة. وعندي مطربين، عندي أصوات مهمة جدا. عندي الأخت نهلة الشعباني، عند صوت متميز. بعد نهلة. أي والأخ نبيل المربوحي وسي فتحي الورغي، الشيخ هذاك الشيخ الحضرة من أحلى الأصوات. يعني كلهم، وسي سمير التونسي وسي منعم وسي حاتم معناتها. يعني عندي أصوات مهمة، وسي محمد صلاح حسني. إن شاء الله تسمع الحاجة حلوة إن شاء الله. باهي تو مازلنا أكيد بنشوفوهم واحد من بعد. سي عبد الكريم، في التعامل مع سي نور الدين الباجي هذا مش أول تعامل أكيد. فما 10 ما بيناتكم. فما 10 نور الدين توا نعرفوا تبارك الله مدة سنين الله مش من توا. بقى توا تولدت الحكاية لأن لقينا روحنا فرد ثنية. لقينا روحنا نعملوا في شيخة حلوة. الشيخة هذيا كونها غير مستهلكة بالمرة، حبينا نخدموا عمل صوفي لأنه في نهاية الأمر الصوفي موجود برشا توا. بداوا تبارك الله يبارك الزملاء والأخوة يخدموا في الصوفي بكل معناتها واحد. بقى كل إنسان في نمط معين. أنا خذيت صوفي معين، خذيت أفكار أخرى وحكاية أخرى بعيدة كل البعد على الشيء اللي تخدم والمعمول واللي تسمع. ما تسمعش قطعة من القطاع اللي عندي تخدم تقبل. يصعب جدا، نادر جدا، لما نقول مستحيل. خلينا ناخذ راي سي نور الدين. سي نور الدين، نعرفوك انت في اللون هذايا، لكن كما كان يحكي سي عبد الكريم الظاهره هذه ولات جديده معناتها توجه برشا فنانين الى الانشاد الديني. شنو رايك في الظاهره هذه؟ يعني بالنسبه لينا
راهو بالنسبه يعني الخدمه دي خدمه توا يكون يعني عام ناول في الشتاء كامل، حتى يعني قبل الصيف باش فهمتي وقفنا. هذا عمل يمتاز على العمل الاخرين اللي ماهوش يريتميك بال يعني بالحضره الاولى. بالحضره الاولى لا الكل يعني استماع والكل يعني تقريبا الكل. توجه الفنانين الجدد هذوما الى الانشاد الديني وكل، شنو رايك في هذا؟ وهو رجوع الاصل فضيله فهمتي. نحن رجعنا الاصل لانه المقامات المتداوله فقناهم توا، يعني نظرا لكون الاستماع توا بالنسبه للموسيقى هي مقامين يدوروا توا في ولا ربما يعني ممكن تقول يعني في 3 مقامات. الغالب عليه مقام الكردي وشويه نهاوند وشويه المجار فهمتي. بالنسبه لنا شفت يعني عملنا المجار، عملنا الصباب باش تعمل لك طفله ربما مقام اخر الميكرو يعني شيء اي يعني بالنسبه لنا مقاماتنا فهمتي. بالنسبه للعمل اللي قام به سي عبد الكريم هو بالنسبه لنا يهمني انا اكثر لكون انا تعلمت الاداء وتعلمت الطرب. دونك بالنسبه لنا الى يعني الى حد ما الى بلي رغباتي. اذا كان باش نعرفوا يعني في موسيقانا يعني العربيه عندنا ما يقارب ال1000 فهمتي يعني 500 مقام اللي توا يتغنوا منه 3. كيف يجيك انسان ويقدم لك يعني جذور نتاعنا وقوتنا يعني في موسيقانا يقدم لك عمل في نوع هكا بطبيعه الحال يعني نشارك. اكيد. درة التوجه هذا مشيت له انت تو عندك 4 سنين تقريبا، في تقريبا 3 سنين في اغنيتي الله. كيفاش جات الفكره باش توجه للنمط هذايا والاغنيه هذه؟ كيفاش جاتك الفكره؟ والله هو انا مانيش متوجهه يعني للانشاد الصوفي ولا الاغاني الدينيه، لكن اختيار كان الاغنيه يا الله مسني كلامها هي من 2009 2010 حاجه 2009 فوالا. على خاطر مسني كلامها برشا، ونتصور كل انسان عاش كل كلمه فيها، على هذاك حبيتها وغنيتها، مش اختيار معناها نتاع اتجاه اني باش نغني كان في الانشاد الصوفي. بالعكس هو اختيار باهي ويلزموا قدرات صوتيه كبيره اكيد، لكن الاغنيه ذي بالذات انا مستني دونك على هذاك. كان جاتك بعض الاقتراحات مثلا؟ هاو سي عبد الكريم حاضر بحذنا وسي بليزير بيان سور معناها تقبل بليزير بارتاجي. عايشك اختي ان شاء الله. الاخت درة فنانه محترمه جدا وتبارك الله عليها، ان شاء الله عندها مستقبل كبير وان شاء الله وعندها صوت متميز. بركوا با اذا كان فما درة ما بين الفنانات اللي بالحق سي عبد الكريم اللي اختارت انها تمشي خطوه بخطوه، وقليل نلقاو تو في وقتنا هذا معناها في الجينيراسيون هذه قليل نلقاو فنانات. لا قاعده ماشيه بخطى ثابته ونشوفوا فيها في الصحه، وان شاء الله ربي يوفقها وان شاء الله توصل مبتغاها ان شاء الله. هي والمطربات الكل والاخت نهله اكيد نهله صوت جميل برشا نبعثوا نسمعوا. يا ولدي صوت غير عادي الطفله تسمع. ايوه نبداو معك درة، شنو اخترت لنا كبدايه؟ شنو اخترت باش تغنينا؟ يظهر لي ما خيرش في مناسبة كما اليوم المولد النبوي الشريف بغنية نفتتحوا بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تحية كبيرة للفنانة درة الفورتي. تفضل درة.